السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أجدع صحاب وفريق لها نجم في منيو الأسبوع. معاكم طبعا قناتي بيتي حياتي ويوميات سما سماسينو وبكرة أحلى وطبخ وفضفضة من مطبخ أم كريم كوكي، بنوتة من المطرية، وأخيرا لها نجم بيتي مملكتي. ما تنسوش تشتركوا عند جميع الفريق وتشغلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد. والنهارده منيو الاسبوع هيختلف وهنعمل اكله اقل معاكم عزه من قناه بيتي حياتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم اكله اقتصاديه موفره جميله جدا وسهله جدا ومفيده جدا في نفس الوقت، والاكله دي مش هتكلفنا يعني حاجه خالص، حاجه بسيطه جدا. كل اللي احنا هنجيبه هنعمل طبعا بصاره. طبعا في ناس كتير ما تعرفهاش وفي اجيال طالعه كتير ما تعرفهاش، فاحنا لازم نعرفهم الاكلات دي. طبعا الاكلات دي حلوه قوي ومفيده جدا. هنشتري نص بس كيلو فول مدشوش، وطبعا ده على حسب افراد اسرتك، ممكن تجيبي ربع، ممكن تحطي كوبايه واحده على حسب الكميه اللي انت عايزاها وافراد اسرتك اللي هياكلوا. انا جايبه نص كيلو فول مدشوش او فول مجروش، ده بيبقى شكله كده. انا جبته ونقعته من امبارح بالليل لحد النهارده كده الصبح عشان اعمله. ممكن تجيبيه تنقعيه قبلها بساعتين، بس ممكن ما تنقعيهوش خالص، تغسليه وتنقيه وتحطيه على طول في الحله، بس ساعتها هتزودي له ضعف ميه عشان يستوي براحته. فانا كده نقعت الفول عشان ما ياخدش مني سوا كتير ويستوي بسرعه. ده نص كيلو فول مدشوش، والنص كيلو ده ب5 جنيه، يعني ب5 جنيه. شوفي بقى الكميه، لو انت كمان هتعملي اقل من نص كيلو ربع كيلو هيبقى ب2 جنيه ونص، يعني اكله مش ما فيهاش اي حاجه خالص. وطبعا البصل والثوم موجودين عندك في البيت. انا هحتاج بصله عشان احطها في السلق، وثوم فصوص كده، يعني حوالي 5 فصوص كده. وهحتاج خضره، يعني حتى لو جبتي الخضره بجنيه خضره او ب2 جنيه برضو الاكله مش هتعمل معاكي اي حاجه. ده شبت وبقدونس وكزبره، بس انا مش عندي فريش، ده في الفريزر فطلعته عشان احطه في البصاره. وبصله كمان كده مقطعاها اربع كده عشان هحمرها زي بصله الكشري للتزيين. وطبعا الزيت حاجه بسيطه جدا اللي هنحتاجه، يبقى بس الزيت على قد ان انا احمر البصل، يعني كمان مش محتاجه ماده دهنيه ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، هي بس الزيت عشان تحمير البصل. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون، بس مش اكتر من كده، وشطه على حسب ايه رغبتك يعني. فالاكله شايفين مش محتاجه اي حاجه خالص ومش مكلفه ومش مجهده. كل اللي انا هحتاجه دلوقتي ان انا هجيب الحله اللي هسلق فيها. طبعا ده اخر حاجه ان انا هعمله هسيبه دلوقتي. هجيب بس الحله اللي انا هعمل فيها الفول اسلقه، احط فيها الفول بالشكل ده. طبعا انا نقيته، لازم تنقيه وتغسليه وبعدين تنقعيه، اهم حاجه التنقيه والغسيل. واحط عليه البصل زي ما انتم شايفينه كده بالظبط، لان كل ده هيتضرب في الخلاط بعد كده، والثوم والخضره شبت وبقدونس وكزبره. عايزه تحطي كمان بصل اخضر عادي جدا مفيش مشكله. عايزه تحطي سلق، في ناس بتحط سلق لو طازه وحلو كده بيحطوا سلق. عايزه عندك نعناع اخضر ممكن كمان تحطي نعناع اخضر بيخلي ريحتها تحفه. ما عندكيش اخضر ممكن تحطي ناشف. انا للاسف ما عنديش ولا اخضر ولا ناشف. هي بيخلي البصاره تحفه بصراحه وريحتها بتبقى حلوه جدا. كده انا خلاص هغطي دول كده بالميه، بس حاجه بسيطه كده، مش هحط ميه كتير لان الفول عندي مش هياخد سوا. واولع عليه البوتاجاز ونشوفه بعد ما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي وهنعمل فيه ايه. شايفين كده الميه، انا يا دوبك غطيت بس الحاجه لاني مش عايزه كمان احط ميه بزياده كتير قوي عشان لما اضربها في الخلاط ما تطلعش سايله وتبقى ملهاش حل بعد كده وتبقى مش ماسكه في الطبق، لان انا عايزاه سمكها زي سمك المهلبيه كده ويبقى متجانس كده ويمسك في الطبق. فيا دوبك كده الميه يا دوبك غطت الفول بس والحاجات اللي معاه. هولع بقى عليه النار ونشوفه لما يستوي. وجنب البصاره كمان اللي مش مكلفانا اي حاجه لحد دلوقتي، يعني كل اللي انا عملته على البوتاجاز ده ب5 جنيه. انا كمان جايبه البتنجان ده، شايفينه البتنجان ده 3 كيلو ب10، 3 كيلو ب10 جنيه. دول كده كيلو الا ربع ب5 جنيه، يعني شايفين كميه قد ايه، ب5 جنيه. وانا كمان مش هستخدمها كلها، انا هستخدم منها واحده بس، ان انا هشويها واعمل جنب البصاره هعمل بابا غنوج، او ان انا اقطعها شرايح واعملها بتنجان مخلل. ادي برضو وريتكم ان انا مش هحتاج برضو غير حاجه بسيطه من البتنجان. يعني كل الاكله اللي انا هعملها النهارده مش هتتكلف معايا 10 جنيه. هحط البتنجانه برضو على النار. قبل بس ما احطها ان انا هنغزها كده بالسكينه، بس بعد ما اغسلها هنغزها بالسكينه كده من كل حته، واولع عليها نار البوتاجاز واحطها تشوي عشان البصاره تستوي معانا والبتنجان يشوي. انا معايا كده طاسه هحط فيها زيت، معلقه زيت كده بس كده،
واسخنها كويس قوي، واحط البصل يتحمر زي بصل الكشري بالظبط، ويبقى جاهز عندي عشان لما اخلص البصاره يبقى جاهز للتزيين. وكمان الزيت اللي هيطلع بقى من مطرح البصل انا هحطه على البصاره لما يضرب في الخلاط عشان يخلي طعمها من جوه كمان طعمها حلو قوي. ادي يا بنات الحاجات بتاعتنا استوت اهي، الفول مع البصل مع الثوم مع الخضره. هسيبه بس يبرد شويه، وفي الخلاط العادي جدا هضربه في الخلاط واطحنه كويس قوي وناعم جدا جدا، وارجع احطه في الحله ونشوف هنعمله تاني ازاي مع بعض. اهي بعد ما ضربتها في الخلاط بالشكل ده برجع اردها في نفس الحله تاني. شايفين تقلها بقى كده؟ مش عايزاها تبقى خفيفه، عايزه نفس السمك كده. هكمل بقيه ضرب الخلاط وارجعهم برده في نفس الحله من غير ما نصفي ولا حاجه، مش زي العدس مش هنصفيه، نحطه زي ما هو في نفس الحله. ادي بقى كميه البصاره كلها اهي ضربناها في الخلاط زي ما انتم شايفين، وسمكها انا عايزاها كده تقيله مش عايزاها خفيفه، عشان لو خفت منك مش هتعرفي تعملي لها حاجه. في ناس بقى بتحط لها ملوخيه ناشفه، انا ما بحبهاش بصراحه بالملوخيه الناشفه خالص، هي كده بتبقى حلوه قوي بالخضره اللي انا حطيتها، بتبقى جميله جدا. دلوقتي بقى بعد ما ضربناها وحطيناها في الحله تاني دلوقتي هحط عليها الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرناه للتزيين، ومخليها فيه كده شويه، وممكن تخلي كمان شويه كتير لو انت حابه كده، وتنزليهم في قلب البصاره عشان تطعمها من جوه وتخليها طعمها حلو قوي. وكمان هحط بقى معايا الملح والكمون، هي بتحب كمون قوي، وكزبره وشطه حسب الرغبه، وفلفل اسود حبه صغيره خالص، والملح طبعا. هبتدي ان انا احطهم دلوقتي وارجع اردها على البوتاجاز، يا دوبك اول بس ما تشكشك كده وتغلي غلوه اروح غرفها في الاطباق على طول. مش محتاجه اي حاجه، وسهله جدا ومش مكلفه ومش مجهده، زي ما انتم شايفين كده خطواتها حلوه جدا وسهله جدا. احطها على النار واغرفها والحبيش اللي جنب البصاره. طبعا هي البصاره بتحب جنبها قوي بتنجان مخلل او يعني طماطم مخلله، فانا قلت بقى ايه اعمل بابا غنوج احسن، صحي ومفيد برضو حلو عشان الطحينه وكده بتخليه مفيد قوي. فانا قلت اعمل طبق بابا غنوج واعمل طماطم مخلله. كده انا شويت البتنجانه خلاص معاكم وقشرتها خلاص، بهرسها بالشوكه كده، مش بنعمها قوي يعني، يا دوبك بعملها بس كده بالشوكه. وعندي هنا الخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في البتنجان المخلل، هي فلفل وثوم وملح وكمون، احط عليها طبعا ليمون وخل وزيت. هحط بس معلقه هنا كده واقلبها. وطبعا اساسي البابا غنوج الطحينه، انا دلوقتي هحط الطحينه. يعني كميه كويسه كده، وطبعا تقلبيها، ده بيخليها ابيض وجميل جدا. طبعا ده اللي بيديله الفايده، الطحينه مفيده جدا يا بنات، بس بتتخن برضو يعني خلي بالكم كده. وهحط بقى معلقه خل او ليمون، يعني انا بحط حاجه من الاتنين، مش بحب احط الاتنين مع بعض، يا ده يا ده، يا خل يا ليمون. خلاص بقى كده بعد ما اتهرس كويس قوي ابدا ان انا بس احط على وشه معلقه زيت. ولو عندك زيت زيتون يبقى جميل جدا. كده خلصنا من بابا غنوج. نعمل بقى الطماطم. انا شايفين الطماطميه كده انا مشرحاها بس كده بالسكينه، بس سايباهم ماسكين في بعض بالشكل ده كده. عايزه تعملي اللي انت الشكل اللي انت عايزاه، او عايزه تفصليهم براحتك، عايزه تحطيها شرايح كده جنب بعض بس كده بيبقى شكلها حلو. هاخد برده من الخلطه دي واحشي بين الطبقات كده. طبعا الخلطه دي انا بحب اعمل منها كميه بتسعفني في اي وقت عايزه حاجه مخلله، بروح عامله على الطماطم بتنجان بابا غنوج اي حاجه بحط منها على طول. اول ما يخلص البطرمان اروح عامله واحد غيره اهي كده كلها بقى بالشكل ده. بالشكل ده كل الطماطم اهي حشيتها. برضو هعمل زي البابا غنوج كده، احط عليها رشه خل كده وبرضو رشه زيت
وطبعا الاكله برضو ما اتكلفتش معانا حاجه، يعني حتى الطماطم رخيصه قوي اليومين دول، يعني حتى الكيلو ب2 جنيه وب2 جنيه ونص، يعني حتى دول ما يكملوش نص كيلو، مش هيكمل جنيه. يعني برضو الاكله معانا ما اتكلفتش اي حاجه. دي كده ادي بابا غنوج، وادي الطماطم بتاعتنا. ادي يا بنات اكلتنا المتينه الخطيره الجباره البصاره. جميله جدا جدا اهي، اتغرفتها في الاطباق، وعايزه اقول لكم ان هي ما شاء الله ما شاء الله نص كيلو فول عمل لي 7 اطباق بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. يعني بصراحه كانت الاكله دي زمان بتتعمل وتتفرق على البيوت وعلى الجيران وعلى الاهل، من ان هي بتدي كميه كبيره زي ما انتم شايفين كده، وكان الناس بيحبوها جدا. معرفش الاكله دي ليه ما بقاش حد يعملها ولا حد بيحبها. بصراحه اكله جميله جدا، وزي ما انتم شايفين هي ما اتكلفتش معانا اي حاجه خالص، يعني يعتبر ما اتكلفتش معايا 10 جنيه. طبعا بقى معاها عيش محمص، معاها عيش مفقع كده من الفرن، بصل اخضر يا ريت لو فيه، بصل شرايح حتى، مع برضو البابا غنوج، مع بتنجان مخلل، مع طماطم مخلله. اكله ملهاش حل. يا رب تكون الاكله النهارده بتاعتي سهله وعجبتكم وموفره واقتصاديه، وتعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ولو عجبتكم طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والكومنت، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد. وما تنسوش كمان تشوفوا بقيه الفريق عمل ايه في الاكلات الاقتصاديه بتاعته، الاكله الموفره اللي مش بتتكلف 20 جنيه، عشان يبقى عندكم لستة من الاكلات الموفره تقدروا تعملوها في اخر الشهر، في اي وقت تغيير في وسط الشهر، ما تحتاروش وتقولوا هنعمل اكل ايه. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.